السلام عليكم. ريجي كان بالنسبة لي أنا في الترجي الذي التونسي في الفترة اللي عداها قبل ما تم إقالته بالنسبة لي أنا انجح. كيف زاد ريجي كان بالنسبة لي أنا ضحية منظومة كانت في الترجي، خدمت له الخدمة ولعبت له اللعبة باش طرد. هانا شفناه يعني كي خرج من الترجي حب يرجع مرة أخرى، لكن مشى للهلال السوداني بعد. في عامين شفنا ريجي كامب مع الهلال السوداني عمل بيرفورمانس محترمة برشا، رجع الهلال في رابطة الأبطال الإفريقية، رجعوا يتنافس بلغة أخرى يعني. رجع الهلال ينجم يتعدى الدوري المجموعات، ملي كان في مواسم سابقة الهلال السوداني ما كانش يتعدى برشا لدوري المجموعات بحكم الظروف نتاع السودان اللي نعرفوها الناس الكل، بحكم انه ما فماش استقرار في الهلال السوداني. لكن الهلال السوداني اتطور برشا معاه وشفناه يعني في دوري ابطال افريقيا الموسم هذايا، يعني كاد قاب قوسين انه يترشح على النصف النهائي، لكن يمكن لعبة جزئيات صغيرة خلات الهلال السوداني ما يترشحش. اكيد هذا الكل راه فما خدمة نتاع مدرب، شفناه حتى في الاوتوماتيزم وكورد برشا مرات وتفرجنا في برشا مرات في الهلال السوداني في ابطال افريقيا السنة. فما كيب تحسها، فما اوتوماتيزم، فما كوليكتيف، فما فنيات، فما ستيل دو جو واضح، وفما لعب. الشيء ذا الكل اللي خدمه ريجي كاب كان جاي خدمه في الترجي وتوفر له الوقت وما صارتلوش المشاكل هذيك ولعب فلان وخلي فلتان وتك هذاك وجيب هذاك، نتصور انه الترجي الموسم هذايا راهو كان موسم الاقلاع بالنسبه لي، خاصه انه الترجي يعني من اول الدنيا نعرفوه انه ستيل متاعه هجومي. ترجي مش كنوعيه الانديه في افريقيا ولا في تونس اللي يلعبوا دفاع، يلعبوا بلوك الطايح، كاللي يستنى المنافس يلعب على الكونتر يطور الكره. ليه ترجي تصنع اللعب، الترجي تعمل التفوق العددي. ترجي كانوا ليزيليه لاتيرو نتاع ليزيليه نتاعها يطلعوا برشا، ليزاري لاتيرو نتاعها يطلعوا اكثر، يولي فما تفوق عددي من المدافعين يلعبوا على اليمين وعلى اليسار، كانوا دي بيستون يطلعوا يهبطوا. لكن في الفترات السابقه ما شفناش الشيء هذا حتى مع المدربين اللي جاوا بعد ريجي كامب كيما ماهر كنزاري وباتريس بومير. ما شفناش الترجي تعطي في اسلوب معين نتاع كوره، وما شفناش الاسبيرونس تكور كيما كورت مع ريجي كاب. خاطر بالحق المدرب هذايا يقول لك الستيل نتاعو هجومي، هي نعم ستيله هجومي، وذيك اللي دونتيتي نتاع الترجي، لا دينا نتاع الترجي هي الهجوم والاهداف. واي مكشخ تساله مثلا تقول له شنو هي الديانه نتاع الاسبيرونس، يقول لك الهجوم والاهداف والتتروات، هذوما اهم حاجات لازم يكونوا موجودين. نجاح ريجي كان في الترجي في الفترة هذه خاصة وفي يعني في التجربة هذه مرهون بشروط معينة. إذا المدرب هذا يخدم على راحته، يعرف كيفاش يجاري الافكتيف، وخاصة يكون الغربال متاعه صحيح والانتدابات متاعه صحيح بدون تدخلات من الإدارة. خاطر في الفترة السابقة اللي كان فيها موجود كانت فما تدخلات، اكيد كانت فما ناس مفروضه، كانت فما عباده لازمها تلعب طايحه في الروندمون، ماهيش طايحه في الروندمون اون بيز اون با يعني لازمهم يلعبوا من الاخر، اسامي محطوطه لازمها تلعب. وبالنسبه لي انا كبروفيل نتاع مدرب وكرجل المرحله، اكيد ريجي كامب بالنسبه لي انا وبتصوراتي انا وبرايي انا الشخصي، واكيد كل واحد عنده رايه واكيد نختلفوا في الراي، لكن هذا الكل لا يفسد للود قضيه. المدرب هذايا باش ينجح مع الترجي راهين شروط معينه، والشروط هذه اكيد لازم يفرضها جمهور الترجي الذي التونسي. الشروط هذه فيها شرط مهم ومهم جدا، المدرب هذايا معروف عليه انه يلعب الفونسيف برشا، لكن مع هذا انه الترجي قبلت اهداف وقبلت برشا اهداف مع المدرب هذا ولا مع غيره اكيد. لكن اذا ريجي كامب يعرف كيف يوفق ما بين الهجوم ويعرف يوفق ما بين الدفاع ويعمل ليكيليبر في وسط الميدان الصحيح، اكيد 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 جدا نشوفوا نسخة ممتازة من الترجي الذي التونسي مع الرومان. اكيد ما فماش نكشخ ما يحبش الترجي
توصل لبعيد في دوري ابطال افريقيا، تهز دوري ابطال افريقيا، تهز بطولة تونس، كاس تونس، تلعب كاس عالم، تلعب سوبر، توصل يعني تاخذ دوكار في البطولة، تعمل يعني بيرفورمانس كبيرة ومحترمة. واكيد راهو هذه الكل لازم تكون فما جيستيون كبيرة في الترجي من مدير رياضي، اكيد لازم يتحط مدير رياضي جديد، لازم من لجنة الانتدابات الجديدة لازمها تتحط، لازم شكري الواعر يعرف شكون يحط من الناس اللي معاه، لازم تكون انتدابات مدروسة في الاماكن اللي ناقصة الترجي. خويا ما تكدسليش الاجانب، بالنسبة لي أنا جيب لي 3-4 ملاعبية جانب يعطيوك بيرفورمانس كبيرة، تلقاهم معاك، تلقاهم يهزوا ليكيب وقت الغسرة، وقت اللي تكون ليكيب اون بيز. وما تجيبش برشا اجانب كيما تويكا بدون فاعليه وبدون فائده. بالنسبه لي انا وحسب وجهه النظر نتاعي، يمكن الوحيد بالنسبه لي انا اللي ضامن ولا زوز من الناس ضامنين بلايصهم في الترجي التونسي بالنسبه للاجانب هما محمد امين توقاي ويوسف البليلي. البقيه بالنسبه لي انا بين الشك واليقين ومازالوا ما فرضوش رواحهم، خاصه انه فما ملاعبيه صغار كيما دياكيتي كيما جاكي ديارا، اكيد لازمهم مكادرور، لازمهم يكونوا عند مدرب يعرف يفورمي. واكيد كي نحكيو على الفورماسيون نحكيو على براكوني اللي وفيه عقده مع الترجي ويشوف 30 جوان هذايا. بالنسبه لي انا رحيل مفاجئ كان باش يمشي براكوني، خاطر براكوني يعرف اجواء الفريق، يعرف شنو هو موجود في الترجي، قضى فتره ممتازه في فريق الكابر وكيف كيف في الشبان، وعرف يجاري المرحله، عرف يجاري المقابلات اللي كان فيها موجود على كابر الترجي التونسي وقت اللي خرج الكنزاري، وقت اللي خرج بوميل. الفتره هذيك حساسه برشا، فيها ديكليك خايب برشا وقت اللي كيب بومبيز، خاصة بعد الانسحاب من دوري أبطال إفريقيا. وكيف كيف زاد وقت الترجي التونسي تنحات له البطولة، راهو الترجي وقتها تعدت بكريز خايبة برشا، وشفنا يعني المردودية متاع الكريز هذيك كيفاه. واكيد الفترة هذيك لازم وقتها الترجي التونسي يخرج بتيتر من الموسم هذاك، والترجي هز التيتر متاع كاس تونس مع براكوني بالنسبة لي أنا مكسب للترجي إذا يبقى، خاصة في الفورماسيون. وهو قال أنا فورماتور قبل ما نكون مدرب، ونحب نكون فورماتور مع الصغار ونطلع الصغار ونتلهب الصغار أكثر. وأكيد الحاجة ذي لازم إدارة الترجي تدرسها مليح، خاطر مش ديما باش يجيوك مدربين كيما هكا، ومش ديما باش تلقى مدربين كيما هكايا ينجموا يصنعوا لك الفارق ويخدموا لك على الاصناف الشابه. وكي انت تحب تخدم على الاصناف الشابه كيما قال شكري الواعر، ونطلعوا ملاعبيه يطلعوا للسنيور ما بين 5 و6 ملاعبيه كل عام، ويكونوا عندهم بيرفورمانس محترمه، يكونوا كاليتي ممتازه وفنيا ممتازين. اكيد لازمك فورماتور صحيح، اكيد لازمك مدربين صحاح في الاصناف الشابه من الاكابر بي وانت هابط اللوتو. هذا الكل راهو ماهوش باش يجيب مدربين هاو لعب في الاسبيرونس برا نعطوه الكادي، هاو لعب كذا برا نعطوه المينيم. ليه؟ راهو الحاجات هذيا، راهو الاصناف الشابه اخطر حاجه موجوده في جمعيه نتاع كوره، هي اللي تبني عليها القاعده نتاعك، وهي تبني عليها الملاعبيه نتاعك في السينيور. واكيد هنا نشوفوا الترجي اذا خاطر دخل في نفق الانتدابات الفاشله اكيد ماهوش قاعد يخدم في الاصناف الشابه. كان جاء الترجي يخدم في الاصناف الشابه على الاقل كل عام تلقى 3-4 ملاعبيه كاليتي محترمه يكونوا موجودين في صنف الاكابر، كما كانت الترجي قبل كانت تلعب اكثريه بولاد 2-3 ملاعبيه منتدبين سواء اجانب ولا محليين في فرق اخرى. والترجي هزت برشا القاب وبرشا تتروات في تونس. تقابلوا فيديو جديد وحلقه جديده، سلام.